فيديو جديد من ايامنا في دهب. هنا بقى كنا الساعة 8 الصبح بنفطر. ده الفطار بتاع الفندق عادي خالص. تمام، جبنة وبيض مسلوق وكده زي ما انتم شايفين. فكنا قاعدين نفطر عشان خاطر ده تاني يوم لينا. رايحين كده بقى، خلاص فطرنا، كانت الساعة 8 الصبح. خرجنا من الفندق 8 ونص. رايحين كده في طريقنا للثري بول. الثري بول ده يعني بحر كده، وفيه ثلاث بحيرات بنغطس فيهم. يعني بحر كبير وفيه ثلاث بحيرات متقسمين، 3 بحيرات كده دورانات، دواير كده، اسمه الثري بول. عايزه اقول لكم متعه جدا جدا، وانا لو كان ينفع ان انا اصور لكم تحت الميه غطس كنت صورت لكم يعني. اليوم ابتدى كان حلو خالص عن اليوم اللي قبله، يعني عن اول يوم. كان في طبعا زي ما انا حكيت لكم في الفيديو اللي فات ان هو كان اول يوم، يعني ما كانش بالنسبه لنا حاجه حلوه قوي. فكنا متضايقين بقى، وكنا بنحاول يعني ان احنا نبسط نفسنا يعني في الرحله وكده، وصبرنا يعني، والحمد لله. زي ما انتم شايفين كده، احنا رايحين كده في عربيه او ميكروباص بيودينا يعني هناك المكان، ومعانا بيبقى معانا المشرف بتاعنا بتاع الرحله يعني. هنا احنا كده وصلنا، داخلين الثري بول. عايزه اقول لكم المكان حلو جدا جدا، كقعده من غير حتى غطس او حاجه. المكان حلو ومريح جدا يعني. بس بصوا، هو المكان كده عباره عن ايه يعني. بصوا، معظم الكافيهات هناك بتبقى القعده في الارض، يعني بنبقوا قاعدين كده على ارض زي شلت كده، زي القعده العربي يعني. بصوا المنظر تحفه تحفه تحفه. تمام، احنا هنا بقى كنا وصلنا بقى اول جروب يعني وكده. بصوا المكان، بس كنا بنقعد بقى وكده وبنريح شوية، واللي ما فطرش يفطر، واللي عايز يشرب حاجة بيشرب براحته خالص. بس هنا بقى منظر الجمال بتعدي على البحر كده، حلوة قوي قوي، منظرها جميل. وطبعا بيركبوها، يعني بتتأجر وبتتركب يعني. اللي عايز يركب بيركب يعني، تفهمين. بس انا طبعا خفت، ما عرفتش ان انا اركب يعني وكده. بس بابانا والولاد ركبوا الجمل. بس هنا بقى بابانا والولاد ركبوا يعني. بس وكانت القعدة حلوة جدا، والجو كان جميل قوي زي ما انتم شايفين كده. المناظر حلوة هناك جدا جدا جدا. وطبعا في مرجحانة، طبعا انا ما سبتهاش، طبعا اتمرجحت شوية. ما يبقاش بقى ما ركبتش جمل وما تمرجحش يعني، ابسط نفسي يعني. تمام. بس هنا توتا كانت قاعدة جنبي على الكرسي التاني للمرجحة يعني. بس هنا بقى بابانا بيركب الجمل وكده. بس كده، هو لما سألت يعني بابانا الجمل يعني بيخوف ولا ايه، قال لي بس هو في طلوعه بس وفي نزوله بس، انما هو كويس يعني، ما فيهوش حاجة يعني. تمام. هنا عبد الله بقى بيركب مع باباه، وهنا توتا ركبت مع باباها. بس زي ما انتم شايفين كده، بصوا المناظر والجبال والجو كان حلو جدا جدا. طبعا بقى خلاص قعدنا بقى، طبعا احنا كنا فطرنا، ف طلبنا بقى شاي بالنعناع وكده. بيجيلك كده في براد وكوبايات صغيرة زي الشاي الزردة اللي هما بيعملوه البدو. تمام. وهم اهل سينا بدو يعني، على راسنا كلنا، حاجتهم حلوة جدا جدا. وكان شاي حلو. وطبعا هنا بقى ايه، قعدنا بقى كده شوية. بس كنا هنا بقى غطسنا، نزلنا غطسنا وكده، ورجعنا تاني شربنا بقى الشاي. وبعدين مستنيين بقى المشرف وكده بتاعنا. خلاص روحنا بقى الفندق واستحمينا بقى وغيرنا هدومنا وكله، وخرجنا بقى نتغدى بره. طبعا انا وريتكم الممشى امبارح.
وطبعا ده محل سمك اسمه شادر سمك، اسمه كده شادر سمك. فطلبنا سمك. هنا تقريبا كانت حوالي الساعة 4. دي السلطات بتنزل كده زي ما انتم ما شايفين، واحنا بقى طلبنا بيبقى الاسماك قدامكم فريش، وانتم بتطلبوا اي كمية انتوا عايزينها وهو بيعملها لكم. ده سمك بربون، طبعا سمك بحر بربون. وطلبنا صبيط مقلي، يعني طلبنا واحدة كبيرة مقلية احنا اللي منقيينها يعني. وطلبنا جمبري، نص جمبري، وطلبنا نص بربون. تمام كده، ده كان اكلنا يعني. المهم روحنا بقى اتغدينا ونمنا، وبعدين كانت الساعة 8 اتحركنا بقى على جبل الطويلات. جبل الطويلات دوت زي ما انتم شايفين كده. طبعا الفيديو كله هبقى عاملاه لكم يعني، يا اما قافله الصوت او ان انا مجريه يعني عشان خاطر الحقوق وكده. هنا وصلنا بقى كده المكان. عايزه اقول لكم كان اليوم ممتع فعلا بمعنى الكلمه. كان يوم ممتع وحلو جدا جدا، احسن من اللي قبله بكتير. عوضنا كتير عن اليوم اللي قبله. تمام. بصوا منظر الجبل ومنظر الإضاءة وكده طبعا، والموسيقى بقى وكده. وبيقدموا لنا شاي اسمه شاي بالحبق تقريبا. بصوا الأماكن هنا يعني حاطين، بصوا ازاي الأماكن حلوة قوي هنا. بتقعدوا يعني زي قاعدة بدو كده وفي الأرض وكده. تمام. احنا قعدنا بقى في الصف الأول ده خالص. تمام اهو. بنقعد بقى هنا كده، طبعا الناس اللي داخله معانا وكده الجروب بتاعنا بقى. وطبعا في ناس كتير بقى طبعا موجوده. بس هنا انا بصور بقى وكده اهو. احنا قعدنا هنا في اول صف كده. بصوا بقى المنظر. طبعا الموسيقى هنا شغاله بس انا كاتمه الصوت وكده عشان خاطر طبعا انتوا عارفين يعني الحقوق وكده، فاعذروني يعني. كان لازم يعني اوريكم يعني الفلوج كامل. بس طبعا انا شايله منه حاجات، لاني في حاجات ما ينفعش ان هي كانت تتصور بسبب الصوت والاغاني وكده. تمام. بس اهو زي ما انتم شايفين حلو كده الاضاءه. وبصوا في مكان فوق للتصوير اهو، فوق الجبل عند المرجحه دي، وفوق الجبل كده اللي عايز يطلع يتصور بيتصور وكده. بس المهم بقى هنا زي ما انتم شايفين كده دي بنوته اجنبيه لذيذه قوي. هنا كانت بترقص مع الرقاصه يعني اللي فوق دي وكده. هم الاجانب يعني ما عندهمش عقد، يعني الناس لذيذه كده. بس فكان اليوم حلو يعني. وطبعا في عروض بقى تانية كتيرة يعني. بيبقى في عروض كده للنار، وفي عروض الرقص الصعيدي وكده. كان اليوم حلو يعني. احنا طبعا واللي هي العرض بتاع التنورة كده يعني زي ما انتم شايفين كده. بس وقعدنا بقى نغني وشغلوا لنا اغاني وقعدنا نغني بقى كده كلنا ومش عارفه ايه. في رقاصه تانية بس دي اجنبيه، الاولانيه كانت مصريه، دي اجنبيه. بس هو اليوم كله كان حلو قوي وانبسطنا يعني فيه كده. وروحنا الحمد لله كلنا كويسين يعني مبسوطين. وحتى سهرنا في الفندق زي ما انا بقول لكم كده، ان الفندق يعني تقدري تتحركي فيه براحتك، مش محددين لك مكان. تقعدي على البسين وتشغلي اغاني براحتك خالص. ممكن على السماعه البلوتوث بالموبايل، وفي واي فاي وفي كل حاجه تقدري تستخدميها. ونسهر عادي لحد الصبح، ما يعني ما يجنكيش، ما يعني محدش بيقولك انت بتعملي ايه بصراحة يعني. المكان كان حلو وخدنا راحتنا كتير. بس هو بقى كان اول يوم كان فيه مشكلة، بس الحمد لله يعني اتحلت وكده. هنا بقى اهو كانوا مشغلين لنا اغاني، واللي عايز يطلع بيرقص بيرقص وكده يعني براحتك خالص بقى. وطبعا احنا بنبقى احنا واقفين تحت بعيد عن كل الكلام ده وبنتصور
وبنصور عادي خالص وكده زي ما انتم شايفين انا وبابانا اللي في الصوره ده. بس بيعملوا بقى عروض على الجبل، شباب كده بيعملوا زي اضاءه كده بالنار اهو زي ما انتم شايفين كده، بتبقى شكلها حلو قوي في الضلمه يعني مع اضاءه الجبل. بس زي ما انتم شايفين كده حلو قوي قوي يعني. هنا بقى عروض النار اللي هي بتاعت الشباب اللي كانوا بيعملوا الإضاءة على الجبل، هم دول. بيعملوا زي عروض وكده يعني بالنار وكده. بس خطر جدا ان احنا كنا قاعدين في اول بارت يعني، فالولاد كانوا معايا، الجاز نطر علينا يعني، مش النار، الجاز نقط كده زي نقط المية يعني. بس هي عروض خطر جدا، بس يعني اكيد هم متمكنين فيها يعني وعارفين بيتعاملوا معاها ازاي. بس كذا بقى حد وعملوها بكذا طريقة يعني وكده، واشكال مختلفة كتير. بس انا معظمها يعني ما صورتهاش، لان يعني هو شكل واحد يعني، او نفس الطريقة يعني او كده، فاهمين؟ بس وكان اليوم حلو يعني الحمد لله. واللي عايز يسافر دهب سياحة هي حلوة قوي، بس متعبة في السفر. وهنا بقى العروض الرقص البلدي او الصعيدي يعني زي ما بيقولوا. بس اهو، وده المكان ده كل يوم مفتوح عادي خالص، جبل الطويلات يعني كل يوم مفتوح عادي خالص. احنا بس رحنا لان احنا كانت اجازتنا يعني متقسمة وكده. بس بصوا بقى هنا عملوا بطريقة تانية مختلفة يعني. بس انا ما حبيتش يعني العرض ده، لاني حسيته خطر وكده، وانا عامه ما بحبش الحاجه يعني اللي فيها بتبقى فيها خطوره يعني. بس اكيد هم متمكنين يعني. بس كده، وده الفيديو بتاعنا النهارده، تاني يوم لينا في دهب. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب، وقولوا لي بقى عايزين فيديوهات تانية كتير ايه. واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.